الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم املأ قلوبنا محبة لك وتعلقا بك وحسن ظن بك يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم كلنا إلى رحمتك وعفوك وإحسانك وبرة عفوك يا ذا الجلال والإكرام. من خطاياهم إلى الرحمن رباهم، عليهم حين تلقاهم سكينات وإطراق، يضجون إلى الله ودمع العين مذاق، يضجون. إنه ينبغي على الإنسان أن يأخذ حظه من النوم في ليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أبدا أنه قام ليلة بأكملها، لكن ينبغي للمؤمن أن يكون جزء من ليله ولو يسيرا يقف فيه بين يدي رب العالمين جل جلاله، يعفر جبهته بالسجود ويسجد للرب المعبود جل جلاله، يبث إلى الله شكواه ويسأل الله بإلحاح رضاه، يستجير بالله من النار ويسأل الله الفكاك منها، ويرجو الله الجنة ويسأله بإلحاح أن يدخلها. كل خير تؤمله وكل شر تخافه. ضعه بين يدي الله وأنت تسأله في جوف الليل الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: يوصي معاذا وقد أحبه: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله لو أن أحدا من ملوك الدنيا أخفى لأمته ورعيته وشعبه جائزة لأحسن الشعب والرعية والأمة الظن بمليكها، فكيف الظن بما أخفاه رب العالمين جل جلاله؟ كيف الظن بما أخفاه أرحم الراحمين تبارك وتعالى؟ كيف الظن بما أخفاه من لا تنفد خزائنه أبدا جل جلاله؟ فالليل من حيث الجملة أفضل من النهار، ولئن كان لله عبادا غضيضة عن الشر أعينهم، محزونة قلوبهم، قريبة دموعهم، فإن لله جل وعلا خلقا غير ذلك. نسأل الله لنا ولكم العافية، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. إن لله خلقا ما عرفوا لليل وما لما جاء فيه عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه، فهذا يقضيه أمام الشاشات، وآخر يقضيه في اللهو والمجون، وآخر يقضيه في التعرض لأعراض المسلمات، وآخر يقضيه في غير ذلك، وكل سيفد على الله وكل سيجد عمله. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، وكل سيفد على الله وكل سيجد عمله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وكل سيفد على الله وكل سيجد. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ أخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال فالقلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن